أرتشان النائب عن محافظة صلاح الدين في البرلمان العراقي موشعان الجبوري هجوما شديدا على ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لو نجح ابن سلمان ووالده في ابتلاع قطر فإن تآمرهم القادم سيكون على سلطنة عمان وفق قوله. وقال الجبوري في رد على تساؤل مغردة كويتية حول الدولة القادمة بعد الهجوم والحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر: إذا نجح سليمان وابنه وحلفائهم في ابتلاع قطر واسقاط الشرعية فيها فستكون وجهتهم القادمة التأمر على سلطنة عمان التي لم تؤيد عدوانهم على اليمن. وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: من يتابع الصحافة السعودي يظن أن ابن سلمان سيأخذ قواته لغزو الدوحة ورا بعد الدعم التركي الإيراني الروسي لقطر من يتجه للدوحة تستأكله النيران. يشار إلى أنه كثرت خلال الأيام الماضية ومع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة من قبل دول الحصار لقطر الأحاديث عن تحرك عسكري ضد الدوحة في حملة ممنهجة للضغط عليها لتنفيذ المطالب. وكان مصدر مطلع قد كشف عن تفاصيل جديدة حول خطة الهجوم العسكري على قطر من قبل السعودية والإمارات في بداية الأزمات، مؤكدا بأن إعلان تركيا نشر قوات لها في الدوحة تقلب الموازين وعرقل تنفيذ المخطط، مما أثار غضبا سعودية إماراتية ضد تركيا.